صعب انا اللي اجاوب عليه، فاهم؟ لان نمبر 1 لما قلتها في اغنيه كانت يعني في فتره صعبه، في مشوار يعني، فاهم؟ فتره كانت صعبه جدا، وما كانش فيه شويه اعتراف ببعض الحقائق. يعني كان مسلسل أسطورة محقق نجاح قوي جدا في الشارع، ومع ذلك بيقولوا انه مش الاعلى نسبة مشاهدة. انت فاهم يعني؟ انت الساعة 2 الظهر وبيقول لك انت 12 بالليل، فكان لازم فاهم؟ الشارع كله بيحاول يقنعك ان انت لا، انت 12 بالليل وانت 2 الظهر، فكان لازم تقول لا احنا الظهر. انت كان لازم تقول انا في الساحة فاهم؟ انا ده كان التارجت يعني. هي كان كبت فني ممكن. فانت قلت حقيقه، قلت انا ما فيش قهوه بتشغل مسلسل غير استفزوني ورديت، لان كنت يعني برضه شاب صغير. النهارده مهما بيحصل فاهم مستحيل هندفع، لان النهارده انا 34 سنه وبنكبر يعني برضه بنتعلم حاجات كتير. ف نمبر 1 طبعا ليه دلائل كتير، في دليل مادي، في دليل معنوي، وفي دليل مرئي، وفي دليل مسموع، وفي دليل يعني دليل مسموع، ان انت في الشارع بتسمع اكتر نجم مذكور في الشارع هو ده. تدخل تحلق تلاقي الناس بتتكلم عن الشخص ده، تقعد في كافيه تلاقي الترابيزه اللي وراك بيتكلموا عن الشخص ده، تتكلم. فده دليل مسموع ان الراجل ده هو اكتر واحد الناس بتتكلم عنه او عن اعماله. الدليل المادي ان هو اعلى اجر في الوطن العربي. في ممثل مفيش ممثل بياخد، فاهم؟ فده دليل مادي. الدليل المرئي ان حاجات بقى في الشارع زي النهارده. اقول لك ليه عبد الحليم حافظ هو المغني رقم 1 حتى هذه اللحظه؟ لان انا عمري ما شفت قهوه باسم فنان جه بعده. حتى الان في وسط البلد تلاقي قهوه العندليب، لو جه في قهوه بعد كده طلع اسمها قهوه مثلا اي لقب انت تعرفه تقول يبقى في فعلا في حد تخطى عبد الحليم. ولكن كوكب الشرق لم يتخطاها ولا نجمه عربيه حتى هذه اللحظه اللي انا وانت قاعدين فيها في 2023. مفيش قهوه اسمها مثلا فلانه في كوكب الشرق في شبرا، وكوكب الشرق في اسكندريه وفي بورسعيد. فده اسمه دليل مرئي. الدليل المعنوي ان انت بتطلع من المشروع فاكر اسماء الشخصيات، ده اسمه دليل معنوي بالنسبه لي. ان انت فاكر اسم مهجه في مش عارف في ذئاب الجبل، فاكر اسم فلان، فاكر اسم مسكر في ابن حلال، نعيم في العمده، فاكر، فاهم؟ فاكر اسماء الشخصيات بس. هو سأل يا دكتور مدحت 12 سؤال. عشان لسه في ناس تانية.